بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه، صلي على النبي في الكومنتات واعمل اللايك وادعي لاخواتنا في غزه. وتعالوا مع بعض بقى كده نقول الاخبار اللي عندنا. اخبار كتيره جدا تخص النادي الاهلي واخبار تخص نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. تعالوا مع بعض. طبعا في بدايه الفيديو كابتن محمود الخطيب رسميا هيترشح لرئاسه النادي الاهلي. طبعا الكابتن محمود الخطيب نزل بيان امبارح ان هو رسميا هيترشح لرئاسه النادي الاهلي في الانتخابات المقبله. يعني الكابتن محمود الخطيب قلنا قبل كده ان الكابتن محمود الخطيب مكمل مع النادي الاهلي بسبب طبعا الظروف الصحيه اللي عند الكابتن محمود الخطيب هي اللي خلته ينزل البيان، لان الاطباء نصحوه ان هو ما يكملش ويبعد عن اي ضغوطات بسبب ظروفه الصحيه. بس طبعا اصرار الاداره واصرار جميع الناس اللي موجوده والاعضاء، الكابتن محمود اعلنها رسميا امبارح ان هو مكمل مع النادي الاهلي وهيترشح في الانتخابات اللي جايه، الانتخابات المقبله. طبعا الكابتن محمود الخطيب قال حاجه كده في البيان بتاعه، حاجه كلنا لازم نقف عندها، اللي هي الكابتن محمود الخطيب قال بناء على ذلك وبعد مشاوراته عديده يودي رسميا التهديف الى الحفاظ على مسيره الاهلي المقدمه، تم التوصيل مع صيغه للمرحله القادمه. يعني بمعنى صح ان الكابتن محمود الخطيب بيقول ان المرحله اللي جايه هو يبقى رئيس النادي، بس هيبقى من بعيد، يعني هيبقى اللي مسؤول عن كل حاجه الكابتن سيد عبد الحفيظ. هيبقى مسؤول على ملف الكوره، هيبقى مسؤول على التجديدات واللعيبه، هيبقى مسؤول على كل حاجه، هيبقى الكابتن سيد عبد الحفيظ. لان طبعا القائمه اللي نازل بيها الكابتن محمود الخطيب قائمه نار بمعنى صح، قائمه بمعنى صح مصارعه حره. دي قائمه رهيبه، يعني هو معاه قائمه، يعني القائمه بتاعت الكابتن محمود الخطيب معاه الاستاذ ياسين منصور، ومعاه امين الصندوق الاستاذ خالد مرتجي، ومعاه طارق انديل، والكابتن سيد عبد الحفيظ. هيبقى في الاعضاء زي ما قلنا قبل كده ان الكابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ ياسين منصور هيبقى موجودين مع الكابتن محمود الخطيب في القائمه بتاعته. تعالوا طبعا مع بعض الخبر اللي كمان معانا بعد كده اللي هو يخص احمد عبد القادر. احمد عبد القادر الكابتن وليد سليمان قعد مع احمد عبد القادر، عمل معاه جلسه، شاف رغبه اللاعب عايز يكمل في النادي الاهلي، والكابتن وليد صلاح الدين قال له هل انت مضيت مع نادي تاني؟ وشاف اللاعب واتاكد من اللاعب ان هو ما مضاش مع اي نادي تاني، وباذن الله احمد عبد القادر بنسبه كبيره هيكمل في النادي الاهلي وهيمضي 3 سنين وهو مكمل في النادي الاهلي. نيجي بقى لاخبار نادي الزمالك. حاجه غريبه جدا، لاعيبه نادي الزمالك عملت حاجه غريبه، او ده اللي المفروض يحصل. طبعا الخبر اللي معانا دلوقتي اللي هو لاعبون الزمالك يهددون باللجوء للاجراءات القانونيه ضد النادي حال عدم صرف مستحقات قبل مباراه هزل المحله. يعني لاعيبه نادي الزمالك لو فعلا مفيش مستحقات اتصرفت قبل مباراه هزل المحله هيلجأوا الاجراءات القانونيه عشان خاطر ان هم ليهم مستحقات. اغلبيه اللعيبه طلعت قالت احنا بنستلف دخول المدارس، مفيش فلوس، ما معناش فلوس، لان طبعا لعيبه نادي الزمالك مش فاتحين، او ده بمعنى صح شغلهم، اللي هو شغلهم ان هو يكتب كوره، يعني هو ده الدخل الوحيد اللي داخل للاعيبه. فاللعيبه مفيش، حتى اللي هي اللعيبه الاجانب بدات تغير الاماكن اللي هي ساكنه فيه. يعني انا لاعب اجنبي قاعد في منطقه بدات اغيرها عشان خاطر ان مفيش ماديه ان انا ادفع الايجار اللي انا قاعد فيه، بدا يشوف مكان اقل بسبب صرف المستحقات. فاللاعيبه هددت قبل مباراه هزل المحله لو مفيش مستحقات هتلجا للاجراءات القانونيه عشان خاطر المستحقات المتاخره. طبعا بقى لهم 3 شهور و4 شهور لسه ما قبضوش، وطبعا مدرب الزمالك برضه لسه ما قبضش، فده مسبب مشكله في نادي الزمالك. وبنسبه كبيره يعني ممكن يبقى في صرف مستحقات الفتره اللي جايه، هياخدوا قرض بنسبه 20 او 25 مليون عشان خاطر اللعيبه. بس انا نفسي اسال سؤال، انت طالما انت شايف ان مفيش فلوس وان انت هتاخد قرض، ليه ما خدتش القرض ده قبل مباراه القمه؟ ليه تستنى بعد مباراه القمه؟ طب ما انت في ايدك ان انت تاخد القرض وتسدد مستحقات اللعيبه ومستحقات المدرب عشان ينزلوا بالروح.
في حاجه غلط او في مشكله غلط في نادي الزمالك. الكابتن طبعا او الاستاذ ممدوح عباس، يعني اللي هي النغمه بتاعت نادي الزمالك، مش الكابتن ممدوح هو النغمه، لا، النغمه بتاعتهم اللي هي ارض اكتوبر. الكابتن ممدوح عباس قال ايه بقى، او الاستاذ ممدوح عباس قال ايه؟ الى جماهير نادي الزمالك الوفيه، والى مجلس الاداره واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين، اطمئنوا اننا سنستلم خطاب الارض اكتوبر في القريب العاجل جدا. وهذا يعني انا بقول للناس ان دي ارض اكتوبر هترجع تاني لنادي الزمالك في وقت قريب، وبيطمن نادي الزمالك وبيطمن الجمعيه العموميه وبيطمن الاعضاء ان الارض هترجع. ليه النغمه بتاعت نادي الزمالك ان انا لحد النهارده ماسك في حته الارض؟ يعني انا الدخل الوحيد اللي داخل لي لنادي الزمالك حته ارض اكتوبر اللي هي اصلا صحراء مفيش فيها اي مشروع، مفيش فيها اي انشاءات لحد دلوقتي مفيش انشاءات في الارض اصلا. يعني انت ليه حاطين النغمه بتاعتكم اللي هي ارض اكتوبر الحاجه الوحيده اللي انتم حاطينها لحد دلوقتي؟ يعني ده حاجه غريبه جدا في نادي الزمالك. حاطين مشكلتكم كلها على ارض اكتوبر ومستنيين ارض اكتوبر. فده الكابتن طبعا او الاستاذ ممدوح عباس طلع الخبر ده كتبه على الصفحه بتاعته. نيجي معانا كمان بحاجه غريبه جدا في الفيديو اللي هنشوفه. ناس كثيره طلعت قالت ان اخوان قلبينا في مباراه الزمالك ما كانش ظاهر او ما كانش الكره بتوصل له، يعني الكره ما راحتلوش، كوكا ما سيطرش عليه، السبب لعاده الزمالك. طب تعالوا مع بعض نشوف الفيديو كده. ده فيديو بسيط للمسات اخوان قلبنا في المباراه. يعني انت بتبص ان ده لاعب في المباراه كلها في اللمسات. هل كوكا سيطر؟ فعلا كوكا سيطر عليه. ده الماتش، يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، ده الماتش اللي موجود. يعني اخوان قلبنا زي ما انتم شايفين في الفيديو اللمسات كلها مش عارف يستخلص الكره او مش عارف يستلم الكره من احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا فعلا كان موقف اخوان قلبنا. يعني يطلع الكابتن ايمن عبد العزيز يقول لك اصلا اخوان قلبنا ما راحتلوش الكوره، الكابتن الاستاذ عمرو الدرديري اصلا اخوان قلبنا ما راحش وانا بشفق على كوكا عشان هيقف عليه. يطلع الكابتن رضا عبد العالي يقول لك اصلا الكوره ما راحتلوش، اصلا اللعيبه ما لعبتش. طب ما هو الفيديو ظاهر قدامكم زي ما انتم شايفين الفيديو. دي كل لمسات اخوان قلبنا او بعض لمسات اخوان قلبنا في المباراه. هل المشكله ان انت في اخوان قلبنا؟ لا، المشكله ان اخوان قلبنا طلع بيان لازم نلعب كره جماعيه مش كره فرديه. يعني عشان تكسب في المباراه تلعب كره جماعيه. يعني كل الكرات اللي راحت لاخوان قلبنا كلها اتقطعت، كلها خدها احمد نبيل كوكا، قدر يستحوذ عليه، قدر ان هو يوقف اخوان قلبنا. يعني بمعنى صح بيقول لنادي الزمالك ما تعتمدوش على لاعب او ما تعتمدوش عليا، لا، في تيم معايا، في لعيبه ثانيه معايا هي اللي هتساعدني ان الكره توصل لي. فطبعا زي ما انتم شايفين الفيديو قدامكم ان المشكله مش في اخوان قلبنا، المشكله في الكلام اللي بيتقال اخوان قلبنا. لا، الكره راحت له كذا مره وهو مش عارف يستلمها ومش عارف ياخد الكره، لان احمد نبيل كوكا فعلا كان يسيطر عليه في المباراه وكان فعلا قدر يسيطر على اخوان قلبنا. طبعا من الاخبار الثانيه اللي هي معانا اللي هو يانيك فيريرا. يانيك فيريرا لحد النهارده في مشكله بين جماهير نادي الزمالك ومجلس الاداره. جماهير نادي الزمالك بتقول ان اخوان قلبنا يمشي ما يكملش، بس اداره نادي الزمالك وجون ادوار استقروا ان يانيك فيريرا مكمل مع الفريق لانه بقاله 3 شهور ما قبضش، واللي عشان يمشي دلوقتي عشان امشي انا اخوان قلبين او امشي يانيك فيريرا دلوقتي هيقبض 3 شهور. يعني انا هدفع له مرتب 6 شهور، 3 شهور الشرط الجزائي والثلاث شهور اللي هو المستحقات بتاعته. طب هو اصلا ما خدش ال3 شهور، ازاي ان انا امشيه؟ فجون ادوارد والاداره مصممه على فيريرا هو يكمل في تدريب نادي الزمالك لحد اما يصرفوا المستحقات ولحد الماتشات اللي جايه. هل هيكمل مش هيكمل لسه لحد دلوقتي، بس القرار النهائي ان فيريرا مكمل مع نادي الزمالك. بقى الموضوع اللي هو مضحك شويه فيديو شيكو بنزا. شيكو بنزا نزل فيديو امبارح يعني غريب جدا، غريب الشكل. لاعب او الفريق بتاعه خسران وهو نزل فيديو بطريقه غريبه جدا. يعني فيديو يعني انا مش عارف ده بيعمل ايه.
عامل زي مسكر ولا مش. يا ابني والله ده المفروض ما يكملش في نادي الزمالك. انا اهلاوي، من وجهه نظري ده ما كان ده يمشي حتى لو هو احسن لاعب بالشكل والمنظر اللي هو عامله ده في الفيديو. لا ده المفروض يمشي ما يكملش. يعني بيرقص عامل زي شفت مسكر كحبيشه، هو عامل زي كده. انا نفسي اعرف اداره نادي الزمالك فين من اللاعب ده. ده كمان ان شوكو باندا ده عمل مشكله واتخانق مع المدرب. يعني هو اصلا من البدايه عامل مشكله مع المدرب. المفروض ان هو يحترم المدرب بتاعه. غير كده اللي جايب شوكو بانزا ما بصش على السي في بتاع شوكو بانزا قبل ما يجيبه. يعني اللاعب اللي انا عرفته ان اللاعب ده عامل مشاكل كتيره في الانديه اللي هو كان فيها، والنادي اللي هو بيروحه ما بيقعدش فيه حوالي مثلا 7 شهور ويمشي برضه بسبب مشاكل زي كده. اللاعب نزل الفيديو زي ما شفت حضراتكم ان شكل الفيديو غلط. يعني انت كلاعب طالع بعد المباراه تنزل فيديو رقص بشكل اصلا مش كويس، بيبين انت بتبين ايه؟ مش سفهم ايه اللي انت بتبينه؟ باين البوكس يعني انت عايز تورينا لون البوكسرات بتاعك؟ يعني مش فاهم. برضه نزلت فيديو قبل كده كان نفس الكلام، كان صوره. يعني انت كلاعب لا تستحق ان انت تكون في نادي الزمالك. من وجهه نظر اداره نادي الزمالك تاخد موقف مع اللاعب ده حتى لو هو افضل لاعب عندك، ان هو يمشي بره نادي الزمالك. طبعا دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده اللي هي تخص النادي الاهلي وتخص نادي الزمالك. وطبعا عوده الكابتن محمود الخطيب دي عوده قويه لاداره نادي الاهلي، عشان خاطر ان الكابتن محمود الخطيب من الركائز الاساسيه في النادي الاهلي وما ينفعش ان هو يمشي من اداره النادي الاهلي. وكمان الاستاذ معاه الاستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ، تبقى قائمه قويه جدا لاداره النادي الاهلي في الفتره القادمه. وبالتوفيق لاداره النادي الاهلي والجمعيه العموميه. بس اهم حاجه ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل اللايك وتصلي على النبي في الكومنتات وتدعي لاخواتك في غزه عشان يوصل لك كل جديد.